يا صباح السعادة على أحلى متابعين في الدنيا. لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي نيرة سليم، في سنة أولى طبخ. تحياتي لجميع الناس اللي بتشوفني وتدعمني من جميع الدول العربية. تحياتي لمتابعيني الحلوين. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنعمل كفتة في الجريل. معانا لحمة مفرومة، معانا بهاراتنا ملح، فلفل اسود، بهارات لحمة مخصوص، معلقة كبيرة من البقسماط، معلقة صغيرة من الثوم المفروم او فصين توم، رشة صغيرة خالص من جوزة الطيب، نص معلقة صغيرة من الكمون. معانا بصلاية كبيرة مفرومة واخدين المية بتاعتها، وهقول لكم احنا هنعمل ايه بالمية وهناخد البصل بتاعنا في اللحمة المفرومة. اول حاجة هنحضر بولة. حضرت البولة. اول حاجة هنزل باللحمة المفرومة بتاعتي. انا معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، حسب اللي انت عايزاه بقى، الكمية اللي انت عايزاها. اول حاجة البصل بتاعي اللي انا فرماه انا هستعمله في اللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. والمية البصل ديت انا هصبع بيها الكفتة. تمام، فهنسيبها على جنب دلوقتي. هننزل ببهاراتنا، الثوم طبعا. هنبدأ نخلط كل المكونات دي مع اللحمة المفرومة كويس جدا، نتأكد ان كله اخد من اللحمة والبهارات. تمام، بالشكل القمر ده كده لحد ما كله ياخد من البهارات والثوم والبقسماط بالشكل ده. خلاص كده كل المكونات اختلطت مع بعض. لو انتوا حابين تزودوا من القيمة الغذائية بتاعة الكفتة، ممكن بطاطساية صغيرة او بطاطسايتين صغيرين هنسلقهم ونهرسهم كويس جدا ونضيفهم على اللحمة المفرومة. لو انت عندك اطفال فدي هتزود من القيمة الغذائية. انا المرة ديت مش هحط فيها بطاطس، هتبقى كلها لحمة مفرومة. طبعا انا هسيبها دلوقتي ترتاح في التلاجة لمدة ساعتين او 3، وتبقى حلوة قوي لو سيبناها من بالليل للصبح. تمام، هغطيها برول استريتش وانا في التلاجة لمدة 3 ساعات وارجع لكم. ورجعت لكم بعد ما عدى 3 ساعات وسبتها ترتاح في التلاجة. انا غطيتها بكيس مطبخ عادي، فتحته وغطيته بيها. هنبدأ نصبع الكفتة بتاعتنا. اول حاجه هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم. ميه البصل اللي قلت لكم مش هتترمى، هنعملها كده في ايدينا، وهناخد حته من الكفته وهنبدا نصبعها عشان نضمن ان الكفته مش هتلزق في ايدينا بالشكل القمر ده كده اهو. نعمل كمان واحد ميه البصل كده في ايدينا. طبعا احنا ما حطيناش اي سوائل في الكفته عشان الكفته ما تفكش مننا وتبقى متماسكه بالشكل القمر ده كده اهو. هخلص باقي الكمية اللي عندي واوريكم الشكل النهائي. وزي ما حضراتكم شايفين الكفتة اهيت بعد ما صبعتها بالجمال ده، بجد حلوة قوي ما شاء الله. انا برضو هسيبها في تلاجة لمدة ساعة ترتاح تاني عقبال ما اجي اعملها في الجريل. ودلوقتي بعد ما حطيت الكفتة بتاعتي في التلاجة بعد ما صبعتها، وقت ما انا حبيت اجي اقدمها بقى واحضرها عشان ناكلها، رشة من الزيت كده هندهنها في الجريل. بسم الله الرحمن الرحيم. ونسيب الجريل يسخن شوية. الجريل كده خلاص سخن معايا اهو. طبعا الطاسة التانية انا حطيت فيها بطاطس، هحمر بطاطس مع الكفتة. هبدأ انزل بالكفتة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عملت نص الكمية وعندي نص الكمية التانية عشان انا هعمل معاها برجر. وهقفل كده عليها الجريل واسيبها براحتها خالص.
وملحوظة ان احنا ما نقلبش الكفتة الا بعد كده بتاع 10 دقايق عشان تكون مسكت نفسها، ما تتكسرش مننا في الجريل. تعالوا نبص على الكفتة كده في الجريل، شايفين بدأت تنزل الدهون بتاعتها، ده اللي انا بتكلم فيه اهو. كفتة حلوة، نتيجتها ناجحة ومضمونة، انا جربتها اكتر من مرة. شايفين الجمال ما شاء الله، حاجة حلوة قوي. هقفل عليها والبطاطس بتاعتي بتتحمر. تعالوا نبص على الكفتة. لسه عايزاها تاخد لون كمان من تحت. تعالوا نشوف الكفتة. شايفين ما شاء الله، لسه بتاع كده 3 دقايق وهقفل عليها. وزي ما حضراتكم شايفين الكفتة خلاص جهزت معايا، بقت بالشكل الجميل ده. بجد حلوة قوي ومضمونة ونظيفة، وانت اللي عاملة في بيتك، منتيش جايباها من بره، واضمن لاولادك. قدمت معاها البرجر، معاها كاتشب، وعملت سلطة طحينة، وطبق خيار وطماطم وفلفل، بطاطس محمرة، وعيش ابيض، وبيبسي. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. دمتم سالمين أحبتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.